عمرو أديب يعلنها. فجر الإعلامي عمرو أديب مفاجأة مدوية من العيار الثقيل بشأن الأزمة التي انفجرت خلال الساعات القليلة الماضية بتهديد نادي الزمالك بالانسحاب من بطولة السوبر المصري وعدم خوض اللقاء خلال الفترة الحالية. وشهدت الساعات القليلة الماضية إعلان نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على لسان المتحدث الرسمي أحمد سالم بدراسة الانسحاب من مواجهة الأهلي في القمة التي ستلعب مساء يوم الخميس المقبل في نهائي السوبر المصري بسبب احتجاز عدد من اللاعبين نتيجة التعدي على فرد الأمن. وأكد عمرو أديب في تصريحاته: ما فعله نادي الزمالك خطأ كبير، ويجب تطبيق القانون، ويجب تدخل وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة لإنهاء الأزمة مع الجانب الإماراتي الذي يتمسك بتطبيق القانون على أي شخص يتجاوز. وتابع عمرو أديب وقال: حال انسحاب الزمالك سوف يصعد فريق بيراميدز من أجل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري يوم الخميس، موضحا أن نادي الزمالك يستحق العقاب في ظل تجاوز دونجا وشلبي، وأقول ذلك رغم تشجيعي للقلعة البيضاء. وأشار إلى أن تهديد حسين لبيب بالانسحاب خطوة غير جيدة، ويجب إنهاء الأمور بشكل يليق خلال الساعات القليلة المقبلة واتخاذ قرار نهائي. في النهاية، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وكومنت حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.